بسم الله الرحمن الرحيم. انا خوخة من قناة نيانا يا مرات اخويا. معلش احنا اتأخرنا عليكم وغبنا عليكم في الفيديوهات، بس كان عندنا ظروف، كان تعب زوجي. ارجوكم الدعاء له، مش هطول عليكم. ادعوا له بس ان ربنا يقومه بالسلامة ان شاء الله. احنا هنعمل محشي النهاردة. عندنا عزومة، والناس دي جاية بقى من طرف مين؟ من طرف قرايب تفاحة بقى، ولازم نكون قد المسؤولية. فنعمل النهاردة محشي. ده الرز غسلناه وصفناه من المية كويس، ودي الصلصة. اللي في الصلصة دي انا ما بحطش البصل. اللي في الصلصة ده ورق من اللي هو بتاع ناشف، آه، اللي هو وده ورق عنب. وده كوسة، وهنعمل كوسة وورق عنب، وهنعمل ايه كرنب. دول خضرة، وده البصل. هنحطهم كده، هنحطهم على الرز ونقلبهم. انا بحطهم برا، ما بحطهمش في التقلية. كنت حاطة. وده قلب الكوسة عشان افرشه برضو في الصينية وادخله الفرن. هنعمل كل حاجة معاكم دلوقتي. هنقلب كل ده على الرز، وهنرجع لكم تاني. وخليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان اعلمك ازاي تلفي من غير ما يتفك منك، ومن غير ما يبقى جنب وجنب. وتعرفي ايه، ما يبقاش منك جنب وجنب، وما يفكش منك في الحلة وهو بيغلي. اهوت احنا عملنا ورق العنب، عملنا شوية هم، قلنا نوريكم. احنا بنعمل عينات كده للي بيحب الورق العنب والكرنب. اهوت عشان في ناس بقى يعني ايه، عاملين فريق فريق كده. في فريق بيحب الورق العنب، وفريق بيحب الكوسة، وفريق بيحب الكرنب. فقلنا ما نحرمهمش من حاجة، احنا في رمضان واحنا وهم صايمين يعني. فلازم نعمل لهم كل حاجة يعني. وخوخة طبعا ايه ما تتوصاش. وعمايلها شوفي التك بقى. فرومي حطي الرز، وتكي على الصابع عشان الصباع ما يفكش منك وهو بيغلي. اهو. والورقة جميلة هيت، وخفيفة جدا. شفتوا الصباع؟ لا طويل ولا قصير، احنا بنحبه كده، لا طويل ولا قصير. هنيجي بقى على الكوسة، وهنحط الحاجة ديت في الصينية كده. اهو. ده قلب الكوسة. هنحط عليه اللي هي بصلة. نقطع البصلة كده ونحطها عليه اهيت. وهنحط معاها بهارات، وهنقطع معاها جزر برضو عشان تبقى حاجة متكاملة كده وصحية. وقلب الكوسة اكيد الكل عارف ان هي صحية. قطعنا عليه الجزر اهيت عشان اللي ياكله برضو يبقى كويس. وعايزاكم بالله عليكم كده يعني تدعوا لزوجي بالشفاء، ويعني ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. احنا هنحط اهوت البهارات. نحط الملح. هنحط كزبرة ناشفة. وهنحط كمون. وهنحط فلفل اسمر اهوت. وهنحط 7 بهارات. ونقلب كله في بعضه كده اهو. هنقلبه كله في بعضه. هنرصه حلو عشان بس نحط الكوسة. انا ما بقليش الكوسة، انا بحطها بحشي الكوسة وبحطها كده اهي. برصها في قلب الصينية وبحطها في الفرن، ولا زيت بقى ولا حاجات من التقيلة ديت عشان احنا صايمين وكده. تحط في الفرن. ولعي الفرن فوق وتحت، وحطي شوربة عليها، وهي هتستوى وتتحمر. هتستوى وتتحمر طالما انت حاطه فوق وتحت وكده في الفرن. اهي الصينية اهي. تمام. ديت بقى الفراخ. انا حطيت للفراخ بطاطس،
وحطيت برضو جزر، وحطيت بصل وورق لورا وفلفل. وده فرشت الصينية اهيت، جبت الصينية اهي وفرشتها عليها. وحطيت الفراخ قطعتها الربع، قطعته 2، يعني الفرخة عاملة 8 اهيت، اهي اهي اهيت. هنرصها برضو في الصينية جنب بعضها كده، وادخلها برضو الفرن. وما بحطلهاش مية خالص خالص، انا بوطي عليها الفرن واسيبها مع نفسها كده براحتها لحد ما ما تنزل هي شربتها وتستوى مع نفسها كده. والفرن هيحمرها برضو وهي بتستوي. انا كنت متبلاها من بالليل، حاطه في التتبيله فلفل احمر، وحاطه طماطم، وحاطه بصل، وحاطه كمون وفلفل وبهاراتها بقى، وتبلتها من بالليل. وحطيتها بقى في الصينيه كده اهيت، وهدخلها الفرن برضو مع الكوسه. وهتطلع برضه هوريها لكم لما تطلع، خليكي معايا لاخر الفيديو. كل ده في ثواني في ثواني في ثواني كده. انا بادئه اذان العصر، يعني كل ده خلص قبل المغرب اهيت. وهنحطها برضه في في الفرن معاها. طبعا الكوسه اهيت انا طلعتها وولعت البوتاجاز من فوق عشان اوريها لكم، عشان ما اوريهاش في الفرن. ده بقى الكرنب، شوفوا بيستوى من جميع الجوانب اهو. ليه بقى؟ عشان الرصه معدوله، الرصه معدول. وده برضو ورق العنب، والرصة ما كانتش معدولة، حطيت لها 2 أو 3 صوابع من الكرنب عشان الرصة تتعدل ويستوى حلو. ده الكوسة هيت بعد ما طلعت من الفرن، استوت وطلعت من الفرن. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، يا خوخة يا خوخة وحاجتك الجميلة يا خوخة. اهو ده يا بنات بعد ما خلصنا اهوت ورق العنب والكرنب والكوسة والفراخ والزيتون طبعا، وكله زي العسل. ده عمال خوخة، والمحشي بتاعي اهو 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 اهو. ونشوفكم في فيديو جديد مع خوخة، وكل سنة وانتم طيبين. باي.